هو ممكن جنون الشهرة يخلي واحد يخسر صحته وممكن يخسر حياته كمان؟ سنة 2014 سافر نيكولاس بيري لكولومبيا وبدأ رحلته مع فيديوهات اليوتيوب. وبما ان نيكولاس فيجيتيريان اصلا فقرر ان هو يعمل قناة يتكلم فيها عن الاكل الصحي وبينصح الناس ان هم يكونوا نباتيين برضه. فيديوهات نيكولاس ما كانتش بتعمل مشاهدات كويسة وعشان كده هو ابتدى يتخنق مع مرور الوقت، وقرر نيكولاس يغير محتواه 180 درجة. نيكولاس عمل قناة على اليوتيوب وسماها نيكوكادو افوكادو. القناة دي كان بيقدم فيها محتوى من نوعية موك بانج، يقعد ياكل قدام الكاميرا بكميات كبيرة جدا. ولاحظ ان المشاهدات عنده بقت بتزيد بشكل كبير جدا، واول فيديو عمل 50,000 فيو، مع انه قبل كده ما كانش بيعمل ربع الرقم ده. نيكولاس عمال ياكل قدام الكاميرا والمشاهدات عمالة تزيد، وبيجيب ضيوف تاكل معاه وتتفاعل معاه والمشاهدات عمالة تزيد اكتر. وواحدة واحدة ابتدى نيكولاس يتخن والامور هتبدأ تخرج عن السيطرة، ونيكولاس مش واخد باله. نيكولاس جنون الشهرة زاد عنده قوي، وبدأ ينقل للناس خبراته مع زيادة الوزن. وكل مرة يوزن نفسه، النهاردة بقى 150 كيلو، النهاردة بقى 160 كيلو، بقى 170 كيلو، وزنه عمال يزيد. واغلب التعليقات اللي جايه عنده تعليقات سلبية مش تعليقات ايجابية، بس في نفس الوقت المشاهدات بتزيد والريتش بيزيد ونيكولاس شغال في المحتوى اللي بيقدمه. مع مرور الوقت الحالة الصحية لنيكولاس ابتدت تسوء هي كمان، ابتدى يجيله سكر، ابتدى يجيله ضغط، ابتدى يجيله امراض ليها علاقة بالتنفس بسبب وزنه اللي زاد عن ال 200 كيلو. ومع ذلك نيكولاس مصر ان هو يكمل في المحتوى بتاعه، وفي نفس الوقت عدد متابعينه زاد على 3 مليون متابع. جنون الشهرة كان مخلي نيكولاس بينقل كل التجارب السلبية دي مع متابعينه، وكل الاحوال السيئة اللي كان بيوصل لها كان بيفتح الكاميرا وبيصورها، لدرجة ان عدد كبير من المتابعين كانوا متخيلين ان هم هيسمعوا خبر وفاته قريب. بس سنة 2024 نيكولاس يفاجئنا ويخس 113 كيلو، ويقول انه بدأ رحلته دي من سنة 22، بس كان بينقل للناس فيديوهات متسجلة قبل كده. الفيديو اللي ظهر فيه نيكولاس وهو خاسس 113 كيلو عمل مشاهدات كبيرة جدا. تفتكروا لو نيكولاس ما كانش بدأ رحلة فقدان الوزن دي كان ممكن حالته الصحية يبقى شكلها ايه او يجرى له ايه؟ بس يا سيدي، وكده خلص الكلام. سلام.